اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى أخوات؟ يا رب يا رب يخليكم ليا وما نحرمش منكم أبدا. النهاردة بإذن الله هنعمل أكلتين في الشتاء، يعني أكلتين شتويين، حاجة كده جميلة. وهي دي الأكلات المتينة اللي بتتعمل في الشتاء من غير أي يعني تردد خالص. معايا إيه هنا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا فول نابت، أنا كنت منبتاه وحاطاه في الفريزر، ومعايا فول مدشوش، والبهارات بتاعتنا فلفل اسود، كمون، شطه، كزبره، ملح، ومعايا بصلتين كده وسط ضرباهم في الكبه كده ضرب ناعم. هزود ايه بقى على البهارات بتاعتي؟ هزود بابريكا، توم باودر، بصل باودر، دي كده معلقه من البابريكا، وهزود معلقه من التوم الباودر، وكمان معلقه من البصل الباودر، علشان البهارات دي هنعمل بيها الفول المقلي. لو حضرتك اول مره تعمليه او تشوفيه معايا، جربي الطريقه باذن الله هتعجبك جدا. الفول اللي هو المقلي بالصلصه حاجه كده تحفه. انا بقول لكم يعني ايه رايكم في التوابل دي؟ انا لسه جايباها جديده بصراحه، وعايزه يعني ايه اقول لكم ايه، تقولوا رايكم فيها. يعني حاجه كيوت كده وحلوه. هو في حاجات احلى من كده، بس بنتي الله يخليها لي اسراء اللي جابتها لي، فطالما هي اللي جابتها تبقى جميله. طبعا بقى الجو لسه، هو الجو ما بردش قوي، بس علامات الشتاء ظهرت يعني. كله عنده برد وكله عنده انفلونزا، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا. وقلنا بقى نعمل بقى ايه الاكل الشتوي المتين، اللي ايه بقى اللي تاكليه من هنا وتقومي تعملي كل شغل البيت من هنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ معايا كده مكعبين من الزبده اللي انا كنت عملتها معاكم، وشويه من الزيت، وهقلي بقى البصلايه، ما هو بقى اسمه الفول المقلي. هنقلي بقى للفول المدشوش بتاعنا الجميل ده، بعد طبعا ما غسلته كويس ونقعته حوالي كده ربع ساعه. يعني ما تطوليش عليه في النقع، لان هو بيستوي معايا على طول. وحطيت بقى بعد التومه كده ما ادتني اللون الاحمر ده، انا عايزاها تحمر معايا، مش يا دوب تدبل، لا انا عايزاها تحمر. كل ما تحمر في الفول المقلي هتديني طعم حلو قوي. وكمان حطيت معلقه حلوه كده من التوم. وهنزل بقى ايه بعد ما البصلايه ادتني اللون كده والتوم بتاعي ريحته طلع، هقوم نازله بربع، ده كان ربع كيلو فول يا جماعه، رمى معايا كميه فظيعه بصراحه. يعني حضرتك بقى لو عايزه تعملي كميه اكبر من كده براحتك، عايزه تعملي اقل دي حاجه براحتك برضو. دي كميه دي بصراحه ربع كيلو من الفول رمى معايا حبه حلوين، يعني اداني كميه جميله جدا. وكمان هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، اللي هي مثلا الشطه، لو مش عايزه الشطه بلاش، بس الشطه بتدي طعم حلو قوي، الشطه والفلفل الاسمر والكزبره والبابريكا، توم باودر، بصل باودر، والملح. وهنزل بيهم كده على الفول واديهم تشويحة مع بعضهم كده على البوتاجاز لحد ايه ما اشم كده ريحة التوابل مع الفول المدشوش بتاعي ده. بصراحة ريحته كانت في منتهى الجمال. انا بصراحة يعني طعم الفول ده جميل جميل جميل، الفول المقلي ده. ونزلت كده بمعلقة من الصلصة او كيس من الصلصة لو متوفر عندك. برضو هقلب الصلصة بتاعتي قبل ما انزل ايه عليها بالطماطم اللي هي الفريش ومتصفية اكيد طبعا. كلنا طبعا عارفين ان احنا بنصفي الطماطم. وهنزل بقى كده ايه بالطماطم اللي انا عصرتها كده، وهقلب بقى كويس علشان الفول بتاعي ما يلزقش معايا في قاع الصينية او يعني يشيط معايا. كل شوية كده هتفضلي تقلبي فيه شوية بشوية، وتزوديه شوية من المية. طبعا احنا حطينا على العين التانية حبة مية كده للفول بتاعنا. الفول ده انا كنت منبتاه، حطيت معاها بقى حتة من البصلة المضروبة في الخلاط، معلقتين ثلاثة من البصل. حطيت بقى كزبرة، كمون أكيد، وحطيت ورق اللوري، ماشي زي ما انتوا شايفين كده. وهسيب بقى المية تكمل ايه غلوتها على النار علشان انزل فيها الفول النابت بتاعنا. وهقلب برضو كل شوية الصلصة بالفول بتاعتي علشان ما يشيطش معايا. وهقوم بقى بعد المية كده ما بدأت تقلب معايا، هنزل بكيسين الفول، الفول اللي انا كنت منبتاه ومفرزاه زي ما قلت لكم. بصوا شكله جميل بجد، حلو جدا. يعني لو حضرتك عملتيه وحطيتيه في الفريزر هيديكي نتيجة برضو حلوة. وده بيرجع للون الفول لنوعه يعني. لو النوع الفول غامق هيغمق معاكي زي ما شفتي كده. يعني انا الفول ده ما عجبنيش، كان غامق بس والله كان طعمه حلو. هو كل الحكايه ان هو غمق لي الشوربه، لكن في فول نوعه فاتح. جبت ايه معايا هنا؟ جبت معلقتين من لسان العصفور مع شويه زيت، وهبدا احمرهم على البوتاجاز لحد ما يدوني اللون الذهبي الحلو ده الاشقر.
وبعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من الميه، يا دوب كده يتشرب معايا الميه. هنعمل بيهم ايه؟ ممكن حضرتك كمان تجيبي معلقتين رز، لو انت ما بتحبيش لسان العصفور. وهقول بسم الله وانزل عليهم على الفول المقلي، بحيث ان لسان العصفور بتاعي يستوي يكمل تسويته مع الفول، هيديني طعم حلو قوي قوي. لو جربتي الطريقة دي، جربتيها في الفطار، جربتيها في الغدا، هتبقى تحفة جدا جميلة بجد، مش هتندمي على الطريقة دي ابدا. جبت هنا في الكبة معايا قرن فلفل حامي سبايسي زي ما انت عايزة، وهحط كمان التوم، وهحط البهارات بتاعتي، بابريكا، الكمون، الكزبرة، علشان نعمل معانا بقى ايه الطماطم الحلوة اللي تمشي مع الأكلة الجميلة دي، اللي هي الأكلة الشتوية بقى، اللي كلها كده طاقة وباور وحاجات سخنة وتدفي كده زورنا. سامعين انتوا أكيد احنا تعبانين جدا. بصوا خلاص الفول معايا دخل على التسوية، ما تقلقوش من الشوربة، يعني لونها هيفتح دلوقتي، هتبقى زي الفل، لكن هي بس غمقت علشان نوع الفول معايا كان غامق خلاص كده. وهقلب برضو الفول بتاعي المقلي ايدي فيه على طول. ده الفول المدشوش معايا المقلي بعد ما غسلته كويس ونقعته حوالي ربع ساعة. ضربت بقى الفلفل معايا والتوابل والثوم، ضربتهم في الكبة كده ضرب ناعم، برضو احط عليهم ربع كوباية من الخل. وهجيب بقى طبق افضي فيه علشان نحيق الطماطم بتاعتنا وتدينا بقى الطعم الجميل. الطماطم المخللة دي بتبقى حلوة قوي قوي في وسط الاكلات. يا سلام بقى لو جبتي بقى حبة لفت كده متخللين او ليمون، يا سيدي بقى على الجمال بقى، وحبة عيش كده محمصين او ملدنين، هتلاقي بقى الاكلة دي معاكي راحت في حتة تانية خالص خالص خالص، غير الحتت الاولانية يعني. وهقوم بقى جايبة كده التحقيقة بتاعتي بتاعت البتنجان، هي تحقيقة بتنجان برضو وتنفع للبتنجان وللطماطم، بس النهاردة هعملها طماطم بس من غير بتنجان، علشان الأكلة بتاعتنا تقيلة شوية ومش محتاجة يعني عيش كتير. هقوم بقى ايه جايبة كده القوطة بتاعتي وحيقها كده وافتحها زي ما انت شفتي معايا كده، فتحتها وهبدأ احيقها واسيبها بقى على جنب لحد ما اكمل بقى بقية الوصفتين بتوعنا الجمال قوي. الاكلات الشتوية الحلوة دي ما نقدرش نستغنى عنها في الشتاء. هجيب بقى معايا مكعب زبدة برضو من اللي انا كنت عاملاها، وجبت معلقتين من التوم معاهم معلقتين من الزيت. وهقلب بقى معايا كده التوم لحد ما يفك ايه مع بعضه. هنعمل التقلية دي بتاعت ايه، التشة دي بتاعت الفول النابت، اللي هتاكلي منه احلى شوية نابت بامانة. طعمه كان جميل جدا، يعني هتندمي لو ما عملتيش الاكلة دي في الايام دي بصراحة. وبعدين يعني نزلت كده الاول بمعلقه من الكزبره على الثوم، وهبدا اقلب بقى. وطبعا انا بشره معايا طماطميتين كده صغيرين، بشراهم زي ما انت شايفه كده، لازم يكونوا مبشورين، ما تضربهمش في الخلاط علشان يدوكي نتيجه حلوه للفول النابت، ويعمل لك شوربه حلوه قوي قوي تشربيها كده بالف هنا على قلبك. لو زورك تعبان زي حالاتي، لو داخله على دور برد، اعملي حبه نابت زي دول حلوين واشربي الشوربه بتاعتهم دي، تحفه شفا شفا باذن الله. وهنزل بقى، بصوا بقى اللون والجمال بتاع الطماطم نزلت على التومه بعد ما ادتني اللون الذهبي الاشقر. وهنزل معلقه من الفلفل الاسمر، وهديهم بقى كمان تقليبه كده. بصي دي سنه من الشطه، مش عايزاها بلاش، بس بتدي. وانا مالي النهارده في ايه، واخده بقى برشام البرد يا جماعه ودماغي الحمد لله يعني رب العالمين. عايزه تحطي بقى معلقه الشطه دي في النابت، هتديكي طعم حلو قوي، يعني سن المعلقه شطه كده هتبقى معاكي حلوه قوي. زي ما انتوا شفتوا كده نزلت بقى بسم الله على شوربه الفول. بصوا بقى لونها اختلف وبقت حلوه جدا جدا. شايفين الجمال والحلاوه، حاجه كده رايقه وهاديه، ولسه كمان لما القوطه تديني اللون بتاعها مع طشه التومه، حاجه في منتهى الجمال. شايفين الفول، انا بقول لكم الفول بصوا. ان شاء الله هجيب لكم فول اللي هو بقى النوعية التانية البيضة، وان شاء الله اعمل لكم فيديو ان انا تنبيت الفول بيبقى حلو قوي قوي. لو عملتيه ونبتيه في البيت بيبقى في منتهى الجمال. بالنسبة للاسعار اللي بنسمعها بره يا جماعة، لا انت هاتيه واعمليه في البيت احسن. تاني حاجة معايا هعمل طشة لايه كمان، هعمل طشة للفول المقلي كده. جبت برضو معلقة من الزبدة، معلقة من الزيت، وعملت عليها معلقة من التوم، وهسيبها كده لما تحمر، وهنزل عليها طشة الفول زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جميلة جميلة. مش قادرة اقول لكم على الريحة وانا واقفة في المطبخ كده. خلاص النبت معايا استوى، وهبدأ بقى اغرف الشوربة بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده رايقة وجميلة
وحلوة وحاجة كده تدفي في ايام البرد دي. شايفين الشوربة؟ والله انا سبت كل حاجة وشربت الشوربة دي بس. يعني هي لوحدها تكفي، مش محتاجة اي حاجة تاني جنبها. وادي الاكل بتاعنا شايفينه بقى، غرفت النابت بتاعي. وهنغرف بقى مع بعض الفول المقلي ده. انا بصراحة اول ما دقته عشقته بصراحة. ولادي بقى يعني كانوا ايه، في فريق مش عايز الفول النابت، وفي فريق عايز الفول اللي هو المقلي المدشوش اللي معانا ده. وبصراحة الاتنين ادوني نفس النتيجة. وكانت أكلة شتوية كده حلوة مدفية البيت وعاملة كده ريحة ايه، مش قادرة اقول لكم بقى على الروايح، كانت في منتهى الجمال. وغدانا بسيط. وكمان نوع يا حبيبة قلبي من انواع التوفير ان انتي عودي دايما ولادك مش لازم كل يوم لحوم وفراخ وحاجات من دي، لا عوديهم دايما على الاكل البسيط، الاكل اللي هو اللي مش مكلف كتير. لازم يتعودوا على ده وعلى ده. انا دقت الفول ودقت الاكل بقول لكم في منتهى الجمال. واستاهل بقى ان شاء الله احلى لايك على شايفين الطاجن الحلو ده. ان شاء الله ده تشربيه من هنا وتدعي لي مع عصرة ليمونة، الدنيا هتروح معاكي في حتة تانية. والسلام.